السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. كنت قد وعدت السيد حفظه الله ألا أكرر إنزال فيديو أو تصوير فيديو، ولكن نقول للسيد عبد الملك عذرا، لقد مسنا الأذى من جماعتك ومن ما يسمى الضيف الجيفة القذرة التي حلت على اليمن، والتي مست الصحابة والسيدة عائشة وكذلك الرموز الوطنية مثل الأستاذ محمد البخيتي والعميد الأخ عبد الغني الزبيدي الذي نالوا منه ومن كل الثوابت الوطنية. وللأسف لم يعيروا اهتمام هؤلاء الناس وهؤلاء الجماعة الذين ليس لهم لا حس ولا مسؤولية ولا عقيدة ولا دين، والذي أقصده هم الذي استضافوا واستخدموا هذا الجيفة المسمى علي هاشم. نالوا من الصحابة، نالوا من السيدة عائشة، نالوا من الثوابت الوطنية في ظل حماية ورعاية من المشرفين عديمين الضمائر عديمين المسؤولية تجاه وطنهم وتجاه بلادهم وتجاه دينهم وتجاه أخوتهم من اليمنيين. هؤلاء الناس الذين تبرأ إلى الله من هذا الجنس، هؤلاء أحفاد بني أمية أو أحفاد يزيد أو أحفاد المنافقين مثل عبد الله بن أبي أو أحفاده. هؤلاء الذين لم يجعلوا لنا يعني حتى احترام أو قدر، وقد انتظرنا فترة محددة لكي يتم إبلاغنا واعتذاركم وتصليح الموقف وحبس المذكور، ولكن لم نتلقى للأسف شيء، فاضطرنا نعمل هذا الفيديو. وأنا آسف لما بتكلم من خلاله. تعرفون في التواصل الاجتماعي نحن نتعرض لحملة شنعاء بأننا قادة عسكريين روافض، بأني شيخ رافضي مجوسي إيراني وكل هذا، ولا يعلمون أنني في الأساس مع أنصار الله بعد تقديم استقالتي، أنني غير مرغوب فيه وأنه مشكوك في ولاية. والشيء الآخر أن هناك تعميم على أحمد عبد الولي ولا يعرفه العالم، وللأسف سأضطر أقولها الآن أن علي تعميم كامل في كل مكان، في القضايا القبلية، في القضايا السياسية، تعميم بشكل غير عادي، وحتى في الأمور الإعلامية لا يريد أن يظهر في أي مكان. عملت مقابلة في إحدى القنوات وكانت من أروع المقابلات، وقد أشاد بها المخرج والمنتج وكذلك المضيف، وفي النهاية أتت المخابرات واحتجزت مع أني تكلمت كلام يليق بموقف أنصار الله ويليق بكل شيء، ولكن أحمد عبد الولي هو في القائمة السوداء للأسف الآن. وفي ظل وفي وجود أمريكا وفي استكبار أمريكا ووجود إسرائيل الذي فشلت في اليمن من الناحية العسكرية ومن الناحية أنها تشق الصف وتخلي بالنسيج الاجتماعي داخل اليمن، فشلت. يأتي هذا المسخ ومن حوله ومن ارتضى بوجوده الذين ليس لديهم حس، ويأتوا بهذا الرجل فيخل بشيئين. الشيء الأول يخل بالنسيج الاجتماعي ويعمل شك في الصف الداخلي بمرمى ومسمع منكم، وليس لكم رد ولا حتى عملتوا شيء مقابل هذا الشيء. الموضوع الثاني يتباهى ويتكلم أنه ذهب إلى مدينة كذا بالاسم وذهب إلى معسكر كذا ورأى تصنيع الصواريخ وحدد مما يتم تصنيع الصواريخ وكيف الورشة تعمل والموقع ولدينا التسجيل، وقد حاولنا أن نتصل بالجهاز والمخابرات، ولكن لأن أحمد عبد الله عليه تعميم لم يقبلوا مننا تلقي هذا المكالمة. شأنكم، نحن نبلغ والباقي شأنكم. ولم يكتفي بهذا الشيء، بل يسب السيدة عائشة ويسب الصحابة وكل يوم وعلى مرمى ومسمع. وعندما نقول للآخرين يقولوا دعوه
فهم متغنيين ومكيفين على سب عائشة، على قذف عائشة وسب الصحابة، مكيفين جماعتك وأصحابك، مكيفين على هذا الحاجات، فلا يضر ما يقول ويشفع له ما يقول ولا همه. هل هذا الموضوع الذي أتى به هذا المسخ يعني في ظل مواجهة العدوان، هل هذا هو الصح أن نتكلم في السيدة عائشة ونتكلم في الصحابة، أم نتكلم في قضية فلسطين والمظلومية وقضايا الأمة؟ ما هذا؟ أين وصلتم؟ لماذا الاستفراد بالقرارات الفردية السيئة؟ فتارة يتخذون قرار ويأمرون بنزول الجنود بالهراوات ليمنعوا الناس من رفع العلم الجمهوري، وتارة يتخذون القرار مثل العربجي مدير أمن البيضاء عندما ابن أخته قتل أحد أبناء ردع، وعندما أخوه المقتول استقضى أمر بتفجير البيوت، فقال له المحافظ سمعا وطاعة ومرحبا وسابر. نحن لم نقول في البيضاء مرحبا وسابر للغلط، نحن وقفنا أمامها ولله الحمد، لم يحصل مثل هذه الأشياء في البيضاء في وجودنا. ليش؟ لأننا لدينا ضمير ولدينا إنسانية ولدينا بصيرة. لكن من قال مرحبا يوم القيامة لن ينفعه لا العربجي ولا غيره ولا غيره. الآن وتارة أخرى تستخدموا لنا بهذا السيء الذكر علي هاشم لينشر الغسيل فيما أنتم تصنعونه، وفين مقر هذا الضربات وفي أي مكان والمدينة والمعسكر، وأنتم كيفين مرتاحين على قذف عائشة وعلى سب الصحابة، مكيفين لا يهمكم. استمروا في التكييف. ما حصل من 70 ضربة على صعدة من خلال معلومات هذا الرجل عبر التواصل الاجتماعي؟ لا تنظروا له ولا تراجعوا هذا التسجيل ولا تسمعوا كلامه. ابقوا مكيفين على سب قذف عائشة وسب الصحابة، لأن هذا بيعطيكم تكييف غير عادي. قاتل الله الطائفية، قاتل الله، ليس فيها إلا العنصرية والكراهية، ليس فيها غير هذا الشيء. تتسمرون أمام الشاشات لكي تسمعون السيد يعطي نصائح ويتكلم عن وصايا الإمام علي سلام الله عليه وكرم الله وجهه في الجنة، وأنتم لا تطبقوا شيء. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما يذهب إلى مسجد الكوفة كان لا يغادر من الظهر حتى المغرب يقضي للناس حاجته ويفترش باب المسجد. وأنتم عندما تعينوا وزير يقعد في البيت ويعمل مكتب ما يسمى خدمة الجمهور. هذا فشل، هذا عجز وفشل. لماذا لا يكون المسؤول منكم قدوة للناس كلها ويفترش باب الوزارة ويقضي الناس حاجتهم؟ هكذا كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. يجب أن نقول ونعمل. لا أن تمسكوا يا سيد بأخلاقية محمد بن عبد الله صلى الله عليه ولا علي كرم الله وجهه ولا نصائحك وتحذيرك من كل الأخطاء. يأخذون دورات مثل هذا العربجي مدير الأمن الذي أخذ 140 دورة. هل شفعت له هذه الأشياء؟ هل منعته؟ ذهب أمر بتفجير حالة كاملة، والآن هو في بيته مخزن مرتاح مكيف، والآخرين هم الذين يدفعون الثمن. والمحافظ الذي طب الله وقال سابر من أجل يرضي المشرف، للأسف لأنه محافظ لكل المسؤولين يخشون من المشرفين، إلا أنا لم أخشاهم ووقفت أمامهم. لذلك كانوا ضدي من أول يوم، كانوا يشتكوا إليك مني، وأنت عارف بهذا الشيء سيد عبد الملك. الآن نحن في هذا الوضع، هل يرضيك ما احنا عليه؟ هل يرضيك أن أعراضنا مع اليمنيين مع الثوابت الوطنية تتعرض من هذا المسخ والمضحك المبكي عندما نذهب نبحث عليه نجده في حمايتكم وفي رعايتكم وفي إشرافكم، وهذا للأسف. هل هذا يرضيكم؟ لا أريد لنفسي شيء، فأنا الحمد لله رب العالمين يعني
مع الثوابت الوطنية وهي قضية فلسطين. لذلك الناس ينتقدون إني حوثي وإني رافضي في الوقت الذي أنتم لم تقبلونا، لأننا لم نقل مرحبا ولا سابر في الغلط. وأنت تعرفني من أيام البيضاء وتعرفني قبل البيضاء، ولكن أصحابك لا يريدون إنسان حر. لكني أقول لكل من أتاح الفرصة لهذا المسخ الكريه النتن الجيفة التي استخدمت إلى بلدنا، فلعنة الله على كل مشرف استخدمه، ولعنة الله على من حماه، ولعنة الله على من قدم له الخدمات، وعلى من أتاح له الفرصة وإلى الآن وهو مستمر في نفس العتوة وفي نفس تحديه. لكن أنتم كيفين على سب قذف أم المؤمنين وسب الصحابة. ألا يستحوا هؤلاء الذين يدعون أنهم من آل البيت؟ والسيدة عائشة هي زوجة الرسول وعرضه، ألا يستحون؟ إن الله أنزل آية يبرئها، والبعض منهم يكيف على سبها وعلى قذفها. إذن هؤلاء من النار. من لم يؤمن بكتاب الله وبما أنزل الله فهو كافر، وإن صلى وإن صام. المعذرة لأني تكلمت بهذه الطريقة، ولكن أجبرتنا أن نتكلم. ونقول لأولئك الذين استخدموا هذا الشخص السيء الذكر الجيفة، تحملوا مسؤوليتكم أمام الله وأمام رسوله وأمام المواطنين وأمام الشعب اليمني. ونقول لكم وبكل أسف وننصحكم أن تبعدوا هذا الجيفة من اليمن وترحلوا هذا الجيفة، فاليمن وأبناء اليمن لا يقبلوا الجيف، ونحن مكان نفاية لهذا الجيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.